بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. بفضل الله امر نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. كلنا شفنا يعني اللي ما شافش مباراه الاهلي ويانج افريكانز، واللي شاف مباراه الاهلي ويانج افريكانز كلنا شفنا اداء مصطفى شوبير. ما شاء الله عليه يا جماعه، ما شاء الله عليه. كورتين راحوا عليه كانوا يعني اهداف محققه. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ربنا يحميك يا مصطفى وربنا يكفيك شر الإصابات. لما يكون عندك حارس موهوب زي الحارس ده، ما ينفعش يقعد دكة بأي شكل من الأشكال. يعني لا في منتخب مصر ولا في النادي الأهلي ولا في أي حتة. حارس موهوب، حارس ربنا يعني رزقه بموهبة، ولكن مش لاقي يعني مش لاقي دعم، مش لاقي حظه. يعني معلش، مصطفى شوبير يا جماعة والله يستحق إن هو يقف أساسي والله. وأعتقد كل الناس هتوافقني في الرأي ده. انا مش بقول كده عشان في حاجه ولا عشان خاطر محمد الشناوي، لا. محمد الشناوي خلاص يا جماعه، خد وقته وخلاص. ضحى عشان خاطر الاهلي، ضحى، ولكن ما يعني معلش ما كانش بياخد ورق، كان بياخد فلوس برضه. خلاص يا جماعه، محمد الشناوي من بدايه الموسم ده، يعني ده لو ما كانش قبل كده، من بدايه الموسم ده اقسم بالله بيعمل حاجات غريبه وبيخرج بطريقه غريبه. اتفرج النهارده على مصطفى شوبير وشوف ما شاء الله عليه في يعني في الخروج، يعني الكرات الهوائيه. ما شاء الله بيطلع على الكورة بالظبط. وشوف محمد الشناوي الفترة الأخيرة وكم مباراة اللي فاتت، سواء مع المنتخب أو سواء مع النادي الأهلي. وبص عليه في الكرات الهوائية اللي هو بقى الفاولات، ضربات الركنية. اتفرج على ده واتفرج على ده وشوفوا يعني. هتلاقي فعلا الكلام اللي انا بقوله ده صح. والناس اللي بتتفرج على على المباريات بالنسبه للاهلي او بالنسبه لمنتخب مصر، يعني هيوافقوني في الكلام ده، وهيلاقوا ان انا بتكلم يعني صح. الكلام اللي انا بقوله ده صح والله. مهما قلت مش هوفي مصطفى شوبير حقه. مصطفى شوبير موهوب، مصطفى شوبير يستحق. مصطفى شوبير يعني عنده موهبه، عنده موهبه ويستحق يا جماعه. معلش، ومصطفى شوبير هيقف امتى؟ لما مش هيقف دلوقتي هيقف امتى؟ لما يكمل 30 سنة ولا لما يعدي ال 30؟ خلاص محمد الشناوي خلاص خد وقته وخلاص بقى. تكريما ليه يقعد احتياطي، وقت ما نحتاجه يقف. ولكن ما يقفش يعني ما يقفش اساسي عفوا على حساب مصطفى شوبير. حرام والله، قمة الظلم. مصطفى شوبير يقعد دكة يعني، وما شاء الله عليه في وقت ما تحتاجه بتلاقيه. يعني مهما يقعد دكة ومهما ما يلعبش ومهما يكون بعيد عن الماتشات، ولكن وقت ما تحتاجه حاضر ذهنيا وفنيا وبدنيا وكل حاجة. ما شاء الله عليه. مصطفى شوبير يستحق ان هو يكمل، مش مباراة ونرجع نلاقي محمد الشناوي تاني. رجاء يعني.